كل هذا ببلاء الإخوان. الإخوان جهادهم ما نفع الإسلام بشيء، جهاد 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 في صالح اليهود والنصارى. لا يستفيد الإسلام، يذبح أبناء المسلمين وتذهب أموالهم سدى بل في جيوب الإخوان. أنا أقول غنائم الصحابة والمجاهدين من السلف كان من أموال الكفار، أما غنائم الإخوان فمن جيوب المسلمين. يسلبون أموال المسلمين وتتراكم في البنوك، هم يحاربون البنوك، أموالهم في البنوك مليارات عندهم، أموال دول، ويحاربون بها المنهج السلفي. ولم يستفد من جهاد فلسطين ولا من جهاد الشيشان ولا من جهاد بوسنة والهرسك ولا من جهاد أفغانستان، ولم يستفد الإسلام شيئا. فإذا أرادوا خير الأمة يحبون في الأمة يبثون فيهم روح التوحيد والقضاء على البدع الشركية والخرافية. وإذا وجد هذا الدين سوف ننتصر على الأعداء في بلادنا ونلحقهم ولحقوا بلادنا، وفعلا ستفتح روما وتفتح قسطنطينية على أيدي الموحدين إن شاء الله. فهبوا إلى نصرة الإسلام بداية من الانتصار على أنفسكم. اللي عنده مخالفات، عنده معاصي، عنده بدعة يتخلى عنه، وعلى المسلمين أن يعلنوها في الصحف والمنابر والمواقع. عودة يا أمة الإسلام، والله لا نجاة لهم إلا أن تعودوا الإسلام، لا خلاص لكم من هذا الذل إلا أن ترجعوا إلى الإسلام. فإذا استمررتم على ما أنتم عليه فسوف لا يزيدكم الله إلا ذلا، ويعطي الأعداء قوة عليكم نكالا بكم، لأنكم رفضتم أن تعودوا إلى الله تبارك وتعالى.